السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا وزوار قناة علي سمك. النهاردة هنتكلم أو هنشرح طريقة تفعيل برنامج عمل المونتاج كامتازيا استوديو. قبل الذهاب للشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك للقناة واللايك لصفحتنا على الفيسبوك، دروس أونلاين لمتابعة دروس أونلاين للكمبيوتر والأندرويد. بعد كده لحل المشكلة عدم تفعيل برنامج العملاق كامتازيا استوديو. اول شيء علشان طبعا بعد ما بيمر فترة اللي هي فترة اللي بتبقى الشركة مديها، يعني ايه، مديها لك كده ايه مجانا، اللي هي 30 يوم. بعد ما بتمر ال30 يوم دول بيطلب منك تفعيل السريال. اولا انا سمعت كتير من الفيديوهات وجربت الطريقة دي اكتر من مرة، بس ما نفعتش السريال دي. انا اقول لكم على طريقة احسن. علشان نحل المشكلة دي هنروح نعمل ايه؟ هنضغط على قائمة ستارت، وبعد كده كنترول بانل. بعد كده هنضغط على بروجرام ان انستول بروجرام. بعد كده من هنا ندوس على كامتازيا ونضغط ان انستول، الغاء التثبيت. بعد ما نضغط على الغاء التثبيت هيتم الغاء التثبيت. بعد كده هنعمل ايه؟ هنثبته تاني من الاول. اول ما تثبته تاني من الاول هيجيلك حاجه، هيجيلك ان انت طريقه عشان تستخدم البرنامج ده هتستخدمه يوم واحد بس، يوم واحد. كل اللي عليك انت هتعمل ايه بقى؟ تروح جاي هنا كده وضغط change data and time setting. بعد كده زي ما انتم شايفين هنروح ضاغطين هنا. بعد كده هنرجع التاريخ، بس ما ترجعوش شهر، عشان لو رجعته شهر اليوتيوب مش هيفتح معاك. هيقول لك رسالة ما ينفعش تفتح اليوتيوب علشان التاريخ في الكمبيوتر بتاعك مش مظبوط. هترجعه يومين 3، وبعد كده ما تستعمل اليومين 3 على اخر يوم ترجعه يومين 3 برضو تاني كده، وهكذا. وبكده الطريقة تكون اتفعلت. معلش انا مش هعرف افعل الطريقة علشان انا شغال على برنامج الكامتازيا دلوقتي. واتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الشروحات، والضغط على زر اللايك لصفحتنا على الفيسبوك لوضع اقتراحاتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.